قمت الصبح من النوم كده لقيت بيتي ناقصه حاجات كتير، فقلت يا بت تنشطي وروحي السوق اشتري اللي ناقصك. جبت كده زي ما انتم شايفين طماطم عندنا كيلو ب6.5. جبت 3 كيلو اللي هي الجامده يا جماعه، انا ما بحبش اجيب الطرية، يعني كده كده بتقعد يومين وبص الاقيها ايه طرت. وجبت كمان بصل الكيلو ب15 جنيه، جبت الكيلو 2 كيلو ب30. والطماطم جبت 3 كيلو ب20. جبت كده زيت كان نازل عليه عرض، الازازة اللي هي الشطورة دي اللتر عامل 65. جبت الذرة عاملة 6.5. جبت 3 كوز ذرة كده نشويهم عاملين 20. جبت اللمبة دي الواحدة عاملة 15. جبت لمبتين كده اللمض عندي يعني كتير اتحرقت، فقلت كل اسبوعين اجيب ايه لمبتين. جبت كمان سلك المواعين، وجبت ليف كده للمواعين برضو. جبت ورق فويل علشان الاكل، وكمان بحطه على البوتاجاز. جبت خيار، كيلو الخيار ب15. جبت كيلو واحد. جبت بتنجان، كيلو البتنجان ب5، اللي هو الآلية ده اللي هو الكبير. وقلت بقى ايه، كنت عايزة كمان فلفل. جبت فلفل، جبت بطيخ كده وقسمته، البطيخة عاملة 70 جنيه هي بالوزن. جبت كمان سمك مرجان، الكيلو عامل 170. جبت فراخ بانيه عاملة 220. جبت اللي هو اوكسي ده اللي بريحة اليوسفي، كان نازل عليه عرض عامل 25. خدت بقى السمك بتاعي كده وحطيته كده تحت المية. نضفت القشرة اللي من بره. بصوا لما فتحت بطنه كنت لقيت بطنه كلها مليانة بطاريخ، فما مش كله فتحت بطنه، اللي كانت بطنه طرية بس. وعملت له كده تتبيله حلوه قوي قوي يا جماعه. دي هريسه شطه انا عاملاها وحطها في الفريزر. وده توم حطيت عليه معلقه من الكمون، معلقه من الشطه، ومعلقه ونص من الملح، معلقتين كبار من الخل، ليمونه عصرتها عليه. قلبت كل ده في بعضه. ده احلى ميكس لتتبيله السمك، بيبقى تحفة يا جماعة. قلت كده بقى ايه اتبله. دي اول حاجة من الحاجات اللي انا جبتها، تبلتها كده وركنتها على جنب، علشان خاطر بحب السمك ياخد كده تتبيلته ويشبع منها. واعمل بقى باقي الحاجة، لو انا عايزة اعمل رز، لو انا عايزة اعمل اي حاجة بعملها. باخد كده التتبيلة القمر دي، تبل بيها البصل. الجزء اللي فتحته اللي هو كانت بطنه طريه، اللي كانت بطنه ماسكه نفسها سبته زي ما هو، لان زي ما انت شفتوا لقيته كله مبطرخ فاستحرمت. وبعدين جبت كده ميه بشويه ملح عليها ليمونه، علشان خاطر بنقع البانيه بتاعتي 5 دقايق بس يا جماعه، بحيث ان لو فيها اي زفاره، فيها اي جلده زياده او حاجه بتنزل في الميه. وبعدين بشطها شطفه يعني حلوه كده بالميه الجاريه. وبعدين لو انا محتاجاها بتبلها، لو انا مش محتاجاها بكيسها اكياس واحطها في الفريزر بتاعتي تبقى جاهزه معايا، بحيث ان انا اطلعها اتبلها واستخدمها على طول. وساعات يا جماعه بحطها كده في اي علبه بلاستيك مغلقه، وبتبلها احطها في التتبيله بتاعتي واسيبها في الفريزر، واطلعها احطها في الفيجيتار والبقسماط، وبتبقى جاهزه معايا. ده بيسهل عليا. ده بوريكم بعد ما شطفتها. الطماطم بتاعتي بقى لما جبتها، خدت الطماطم القديمة اللي هي طرية على شوية من الجديدة، حطيت عليهم معلقة من الباربيكيا وسبتهم على النار كده ايه عشان تتسبك. وده الذرة بشويه. لما الصلصة خلصت كده عبيتها في كيس، علشان خاطر يبقى عملت الصلصة، عملت السمك بتاعي، عملت البانيه. بتمنى اكون فدتكم، واشوفكم الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.